جزر القمر تفوز على المغرب كل إشي بيصير. غادي نربحوا ان شاء الله جزر القمر بنتيجه قويه عريضه 3 أو 4-0. الله. مبروك للمغرب بطولة كأس العرب. هتقولي ده لسه المغرب بيلعب أول ماتش، ده لسه كمان الشوط الأول ما خلصش. أقول لك يا باشا منتخب جامد. بسم الله افتح رزاق المول في كل رزاق. الماتش الاول ربي الحمد لله ما حش مناش. والله يا جزر القمر لو انك ما شاركت اصرف لك. ما شهدت. لماذا؟ كنت نائما. بطلت التعليق، بطلت التعليق. يخرب بيت الجنون. جن جنون المنتخب المغربي يا جماعة، جن جنون المنتخب المغربي يا رجل في كأس العرب. استمرارا لمتعة كأس العرب المغرب وتحت شعار حي على الفلاح ولا لمفاجآت البطولة، المغرب بيفوز بانتصار عريض على منتخب جزر القمر ب3-1 في أولى مباريات المنتخب المغربي في دور المجموعات. غادي راه غير برومير ميطا، ما تخلع ما والو ديال برومير ميطا. سكيتيوي كيعطي اللعابه كره وكيقول لهم قصدوا بوطو، سيروا قصدوا بوطو، لعبوا تفنوا. المغرب زنبقت جزر القمر الشوط الاول بس، يعني هم الشوط الاول بس العيال سجلوا 3 أهداف، يعني فرشخوهم. اسمع الخوة ديال يشوف المغرب ايش كيدير في كأس العرب. منتخب المغرب بيفوز على منتخب جزر القمر عزيزي في واحدة من امتع المباريات اللي انا شفتها المنتخبات العربية. صباحكم مغربي يا جزر القمري، نصيحة اخوية يا جزر القمري، انسحب فورا على السريعة، انسحب فورا وعتيجي على المباراة. عامل لك مفاجأة وانسحب واخسر 3-0 من دون ما تطلع يا معلم ب 19. برافو، هذا هو المنتخب اللي بغينا. برافو، هو المنتخب ديالنا يفوز ويدخل كأس العرب بهدوء. هي دي المنتخبات اللي جايه تاخد البطولة. المغرب بتضرب جزر القمر في اول 10 دقايق بجولين. عارف لما تضرب واحد بالام بياخدها؟ شكرا. جزر القمر اعلنت استسلامها من اول 10 دقايق. ميساج لسيسكيتيوي في كأس العرب، ما تحلمش يعطيوك بينالتي واخا يكون عندك الحق، راك عارف كي كتلعب. مباراة روعة، أفضل مباراة يمكن من حيث الأداء والتكتيك والفنيات ما بين الاثنين مدربين. طارق سكتيوي بدأ المباراة خدنا كلنا على مشمنا، ما كناش متوقعين اللي هو بيعمله. المباراة اللي كانت ممتعة جدا، المنتخب المغربي متفوق من حيث الإمكانيات، ولكن ده ما يقللش من منتخب جزر القمر اللي قدم مباراة كبيرة من حيث السلاسة في نقل الكورة. منتخب جزر القمر منتخب عنده كرة محترمة وتستحق الإشادة. 2 ديال الأهداف في 10 ديال الدقائق. المنتخب المغربي دار لهم الكونت الخطة في هذا كأس العرب. ب3 أهداف مقابل هدف يفتتح منتخب المغرب مبارياته أمام جزر القمر باكتساح وبإعلان رسمي زي ما قالها طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب: نحن قادمون للفوز بالبطولة. 1.5 مليون مبروك المنتخب المغربي في افتتاح مبارياته ببطولة العرب، بيفوز على جزر القمر بنتيجة كبيرة. المنتخب المغربي هدفين يا رجل بأول 10 دقائق، هدفين من ركنيات، هدفين للمنتخب المغربي في بطولة كأس العرب بأول مباراة لهم. تلاقي منتخبين عربيين ماسكين في خناق بعض. يحتوي في الكرات الثابته مش ممكن. ارتيتا يا جماعه حرفيا مش لقب ارتيتا على الفاضي، يعني من امتع الكرات الثابته اللي انا شفتها لمنتخب عربي يا جماعه. جاب الله بحال لاعبين كاس افريقيا، غير هو لاعبين كاس افريقيا في قطر. مبروك للمنتخب ديالنا، مبروك لطارق السكيتيوي، مدرب كبير، مدرب اللي كيدي معك الميداليه في النحاسيه في الالعاب الاولمبيه. ولكن الكرة المحترمة دي مشكلتها انها قابلت منظومة المغرب، المنظومة التي لا تقهر. المغرب لو بيلعب بالمنتخب الاول، بالمنتخب الثاني، بالمنتخب الثالث، بمنتخب الناشئين، بمنتخب البراعم، منظومة كورة متأسسة صح، فكان من الطبيعي جدا النهارده النتيجة اللي حصلت دي بفوز المغرب بثلاثية مقابل هدف وحيد في ظل تألق العديد والعديد من لاعبي المنتخب المغربي. جازسي وصدقك زوز بيوتشا وكيطيروا اهل المغرب يعني اذا مش عارفين الحكم ده واحد من اسوأ الحكام اللي في اسيا عموما، ان كان في دوري ابطال اسيا، في كاس اسيا، في اي بطوله اسيويه. الحكم ده كارثي بمعنى الكلمه، يعني في قرارات تحكيميه خطا 100% طبعا. كل شيء كان كيقول لك وايلي قطر خسرات مع فلسطين وتونس خسرات مع سوريا، غادي المغرب حتى هو يقدر يخسر مع جزر القمر. وشي ناس اخرين قال لك حق الحضور الجماهيري التونسي اكثر من الحضور الجماهيري المغربي في قطر. ونفكرك في الماتش ديال فرنسا والمغرب في 2022، التحكيم في قطر
ما تيقوش فيه. المغرب اللي قدمت مباراة عظيمة في افتتاحية مشوارها في بطولة كأس العرب تحت قيادة المدير الفني الممتع طارق السكتاوي، اللي قال قبل البطولة المغرب كأس العرب وهدفها الأول والأخير هو تحقيق اللقب. مدير فني عنده أفكار فنية ممتازة، لعيبة عندها جودة عالية موجودة في أرض الملعب. من كتر ما هو جامد جاب جون في اول 5 دقايق وجاي يخوف كل المنتخبات وهيخلص على المنتخبات كلها على الهادي ومن غير ما يبذل اي مجهود. ايه رايكم؟ قولوا لي بضربه الجزاء ولمسه اليد بتاعت حارس المرمى لمهاجم منتخب المغرب، ايه ده؟ الفار اخذ 3 دقايق علشان يراجع الحاله وفي الاخر نو تاتش نو بلانتي. طيب ايه رايكم؟ سلام عليكم، الحاله دي وضربه اليد في وشه ولا عشان المغرب كسبان 3 فنعدي الامور؟ ايش كاين صاحبي؟ ايش هذا الشيء اللي كيديروه المغاربه في كاس العرب؟ يعني معنى كده ان المغرب مش هيرجع من قطر غير والكاس في جيبه. والله ما غلطوا كيرشحوا المنتخب المغربي باش يفوزوا بكاس العرب 2025 بقطر. تفوق واضح. الماتش الاول 3-1 مع جزر القمر. 45 دقيقه الاولى ديالنا ديال المغاربه، 45 دقيقه الاولى ديالنا. ما احتاجش المنتخب المغربي بزاف الوقت باش يماركي 2 البيوتا، لان البيت الاول جا في الدقيقه 5 والبيت الثاني جا في الدقيقه 11. اما بالنسبه للبيت الثالث فجا في الوقت بدل الضائع ديال الشوط الاول. النتيجه والاداء مقابله عربيه بطعم افريقي. ما الراجل شغال سري بقاله فتره، ما بنعرفش هو بيشتغل ازاي، ما بيذاعش مبارياته في الفتره اللي فاتت. النهارده فاجئنا في اول 5 دقائق فرصتين ضايعين وهدف رائع من ركنيه ثم هدف ثاني من ركنيه. خدنا كده في هوجه منتخب جزر القمر منتخب قوي وبانت قوته في الشوط الثاني. المغرب جايه تاخد البطوله، هتقابل السعوديه برضه وهتقابل عمان برضه المغرب رايحه بعيد، المغرب رايحه بعيد. ما يختلفوش كتير عن نوعية وعقلية اللاعب المغربي اللي بنشوفها في الفترة الأخيرة بتحقق العديد والعديد من الإنجازات. المنتخب المغربي الفترة الجاية هيكون صعب جدا إن في منتخب يقدر يخش معاه خناقة كروية، لأن عقلية اللاعب المغربي وصلت لمرحلة إن مهما كانت جودة اللاعب أو سنه أو خبرته في الملاعب، مادام لابس تيشيرت المغرب اعرف إنك صعب إنك تنتصر عليه في الملعب. صراحة لا خوف على المنتخب المغربي. ما يجيش شي واحد بقى يقول لي لو حق على بها ما جزر القمر. جزر القمر في كاس العرب كتولي جزر القمر، وخير مثال ياك تونس اللي لعبت مع البرازيل وزيرات البرازيل وخرج كل الاعلام كامل كيهضر عليها مع من خسرات مع سوريا. نصيحه لجزر القمر، انتوا حبايب قلبي، مع انه واقف عند المتابعين جزر القمر هون بالصفحه، يا جماعه انتوا عم تلعبوا قدام فريق، انسحب فورا يا قمر يا جزري، انسحب يا رجل. كل هذا يا جماعة المغرب ما بيلعب بالمنتخب الأساسي، المغرب عم بيلعب بالمنتخب الثاني مش المنتخب الأساسي نهائيا. هدفين بأول 10 دقائق للمنتخب المغربي. طيب وهل الكور دي هتنحسب لما المنتخب المغربي يكون متعادل؟ سؤال بريء ما فيهوش منه اي نيه وحشه للجنه التحكيم في بطوله العرب. المنتخب المغربي بدا المباراه ما استناش 10 دقائق، كان متقدم بهدفين مقابل لا شيء على منتخب جزر القمر. المنتخب المغربي فتح مدرسه الهندسه تيكا تاكا مغربيه، ضغط متواصل الشوط الاول ادى الى هدف ثالث في نهايه الشوط، نتيجه ايجابيه. واقفين مليح فوق ارضيه الميدان، والحاجه اللي عجبتني في المنتخب المغربي منظمين واقفين مليح فوق ارضيه الميدان وما عندهمش فرديات. كاين جروب يلعب عندهم مجموعه امام الكبار ومدرب اللي كيدير كشان بطوله افريقيا. اللاعبين المحليين اش غتسايل منه في كاس العرب؟ تسايل منه حاجه وحده وانه يديها، واخا هو داك التصريح اللي دارنا في الاول دارنا به ديك عامره في خاويه. المغاربه جبارين في الكوره، مبروك عليكم البطوله من غير ما نلعب ومن غير ما كل المنتخبات كلها ما تلعب حتى. راه حنا اللي تنعلموكم كره وحنا اللي ردينا الكره المغربيه والكره الافريقيه والعربيه في العالميه، ولاو الناس كيهضروا عليكم. يعني الا ما كانش المغرب لاعب راه ما غاتكونش عندكم ديك الشعبيه ديال البطوله. مباراه ممتعه ومش متوقعه اطلاقا، وبالذات اللي عملوه منتخب المغرب في اول 10 دقائق 2-0 على طول. يقولوا لك احنا بنسجل هدف كل 5 دقائق، لكن السكتاوي كان ليه راي اخر. ارتيتا العرب رسميا خلاص ده لقب لازم يتسمى عليه. باش تعرف هنايا بان ما كانش فريق ضعيف، ما كاينش شي فريق جاي كاس العرب وهو انه غير يشارك، ما كاينش شي فريق جاي انه يمثل بلاده وما غاديش يتقاتل. وخلوا الدليل، سيروا تفرجوا الافتتاح ديال قطر فاش لعبت قطر مع فلسطين، وفلسطين استطاعت انها تربح قطر في قطر. ما كاينش فريق ضعيف.
45 دقيقه الثانيه تكرفصنا ديال بصح، تكرفصنا وتعذبنا ديال بصح. لكن في المجمل المغرب بينتصر في اولى مبارياته على جزر القمر وبيحقق 3 نقاط في بدايه مشواره في دور المجموعات عشان يخلي ترتيب المجموعه زي ما انت شايفها دلوقتي. المغرب في صداره المجموعه، ولسه هنشوف ايه اللي هيحصل في مباراه الفرقتين اللي موجودين في المجموعه معاهم، مباراه المنتخب السعودي امام المنتخب العماني. والمجموعه دي ما اعتقدش ان هيكون فيها اي مفاجآت، واللي هيصعد من المجموعه دي بشكل كبير هيكون في المركز الاول المنتخب المغربي بالعلامه الكامله 9 نقاط. واكثر من رائع طارق السكتيوي اخذ المباراه اللي هو عايزها، اخذ 3 نقاط، صداره عن جداره حتى الان، لان طبعا مجموعه قويه فيها منتخب السعوديه، منتخب قوي جدا بيلعب بالفريق الاول، معاك منتخب عمان وجزر القمر اللي كله متوقعها بامانه انها تكون حصاله المجموعه على اساس انها هي اول مشاركه عربيه ليها، وطبعا شارك في بطوله افريقيا القادمه بالمغرب. الجمهور المغربي اللي حضر بقوه وفكرني بالمشاهد الجميله اللي كنا بنشوفها في كاس العالم 2022، لانه نفس الملاعب، نفس البلد المنظم لكاس العالم 2022 ونفس الملاعب، فالاجواء فكرتني بالايام الحلوه دي، يعني ايام الانجاز الكبير اللي حققه المنتخب المغربي. الله يبارك خوتنا، انا يا واحد من الناس ولا غنرشحهم باش يكونوا في النصف النهائي ولا في النهائي، بالك مع المنتخب الجزائري، بالك مع المنتخب السعودي، على كل حال مازال ما شفناش المنتخب الجزائري، لكن اتخذ على مشامه. ده مثل بالمصري كده، ما قدرش ان هو يواكب الفكر اللي عمله طارق السكتيوي. الشوط الثاني شفنا جزر القمر، شفنا شوط من جزر القمر عالي جدا جدا، لكن نقف بقى عند التحكيم شويه. التحكيم عايز تصليح عشان نكون واضحين يعني. ولكن احنا ثايقين في طريق السكيتيوي، وبرافو لهذا المنتخب هذا اللي ان شاء الله باذن الله كنتمنوا انه يدي لنا هذا الكاس العرب اللي تكون الثانيه في تاريخ المغرب. لكن دي مش لجنه ولا حاجه، يعني دي بطوله عربيه، يعني ما تقلقش. ان انا عارف اهل المغرب والله كويس ويطلعوا يقولوا ان في مشاكل في التحكيم من البدايه. لا هو الحكم فعلا كارثي ومعروف عنه ده، مستغرب اصلا هو ليه جاي يحكم بطوله زي دي. يا جماعه هي ناقصه كوارث يا اخي. هيدا فريق فايز على اسبانيا، على البرتغال، رايح على نص نهائي كاس عالم، فايز بكاس عالم للناشئين، رابح على المدري مين 18-0، انسحب فورا يا جزر القمري. المنتخب السعودي دوك شويه يلعب، المنتخب المغربي من اكبر المرشحين باش يفوزوا بالدوره هذه، والله غير عندهم فريق محترم. وجايب الطاجين ونشربوا الحريره ويعرضونا على كسكس، وان المغرب اصبح هو المؤهل الاول ان هو يدي كاس العرب. ولكن المنتخب المغربي بيعلنها، طارق السكتيوي بيعلنها على قد المباراه، على قد ما بنلعب. 3 اهداف، هدفين منهم كان في 10 دقايق، مليون تريليون مبروك. رساله اللي يخاف يروح، والمغرب قادمه وللمنافسه على بطوله كاس العرب بقطر. ولكن سؤالي الاخير البريء، ايه اخبار التحكيم خاصه مع المنتخب المغربي؟ بشكركم. بينالتي يعطيوه الخصم وعقلوا عليها، وانتم اللي عندكم الحق ما تاخذوش البينالتي، قولوا هو ما قالت. اللي هيصعد معاه من المجموعه من المركز الثاني هيكون المنتخب السعودي ب6 نقاط. ولكن بالاداء النهارده وبالنتيجه اللي عملها المنتخب المغربي في افتتاحيه مشواره بياكد على الحاجه اللي كل الناس قالتها وكل الناس كانت متوقعاها، ان المغرب هيكون من اوائل المرشحين للفوز ببطوله كاس العرب. Get iPhone 7